السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم احبابي؟ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. ان شاء الله النهارده هنعمل مع بعض محشي معايا بتنجان عروس، بتاع مخل بتاع محشي. معايا فلفل رومي على اللي هو الطويل ده بنقول عليه بزراميط، ومعايا كوسة. انا بقى عندي خلطة من المحشي الكرنب شلتها، فالنهاردة قلنا ايه نعمل بالخلطة دي محشي مشكل. هنشوف هنقور ازاي ونعمل ازاي مع حبايبنا الحلوين، بناتنا الحلوين كده سنة اولى جواز ان شاء الله. هنجيب المحشي، الكوسة او البتنجان او الفلفل، هنقيه مطول كده طويل، مش مفهوش حاجة معوجة، عشان لما تيجي تقوريه يبقى معاكي مظبوط وما يتكسرش منك زي ما حضراتكم شايفين كده. انا مش بقورها كلها الكوسة، لازم يبقى فيها لحمة عشان تديها طعم. وبعدين الكوسة مفيدة جدا جدا للقلب وفيها فوائد في منتهى الجمال. انا مش هعمل لها شكل من بره غير لما اخلص تقوير خالص وانضفها وبعدين اغسلها واعملها. اهو نعمل واحدة كمان، ندخل المقوار بالراحة ونقور بالراحة مش بسرعة عشان ما تتكسرش مننا. زي ما انتوا شايفين كده يا حبايب قلبي، ان شاء الله بناتنا كلنا كده تتعلم ويبقوا كويسين ويعرفوا يقفوا في المطبخ ويطلعوا اساتذة كمان. الحتة دي اشرخت مني بسيط، رحت ايه قطعها بالسكينة زي ما حضراتكم شايفين كده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هنعمل بقى مع بعض البتنجان برضو. البتنجانة ننقيها ازاي تبقى طويلة مفرودة، مش معوجة وطرية. ما تنقيش البتنجانة الناشفة، البتنجانة الناشفة تبقى مبزرة. هنقطع الراس بتاعتها كده من عند الزر بتاعها ونبتدي ايه نقورها واحدة واحدة. اشتغلي بالراحة، هتلاقي حاجتك خلصت بسرعة وفي هدوء وهتطلع معاكي مظبوطة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. زي ما حضراتكم شايفين كده يا حبايبي، اهو يا حبايبي زي ما انتوا شايفين يا حبايبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. اهو البتنجان بقى ما بنسيبش فيه لحم، لان لو سبتي فيه بذر او لحم هيطلع ممرر. زي ما حضراتكم شايفين كده القلب بتاعه ابيض وزي الفل اهو. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. زي ما احنا متفقين طول ما احنا واقفين نسبح ونصلي على الرسول عليه الصلاه والسلام عشان ربنا يبارك لنا. طبعا احنا عاملين الخلطه المره اللي فاتت في محشي الكرنب. انا يا دوبك غسلت الرز وصفيته وحطيت الخلطه عليه. هنا بقى الحله فرشه فيها الخضره، العيدان بتاعت الخضره والراس بتاعت الفلفل الرومي. عايزه تحطي بصل ماشي، عايزه تحطي قوطه فيها ماشي. هنحشيها بقى. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. وعلى قد ما نقدر ما نخليش رز على البتنجان او المحشي بتاعك من بره، عشان ما تقعش في الحله ويبقى شكلها مش كويس، وغير كده هتلزق في قلب المحشي. شايفين يا حبايبي حشو بسيط جدا مش هياخد منك نص ساعه. بسم الله ما شاء الله. وانا عندي شوربه ببقى يعني اما اكون جايبه فراخ او لحمه او كده، بروح عامله مزوده في الشوربه وغلياها ومصفياها، ولما تبرد احطها في الفريزر. اعوز من الشوربه اعمل مثلا اكل مش هعمل جنبه لحمه ولا حاجه، اروح مطلعه كيس شوربه وحطاه ايه عامله بيه الاكل. اهو يا حبايبي بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك، بسم الله ما شاء الله، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. ان شاء الله تعملي الطريقه دي بسم الله ما شاء الله عليها زي العسل. طبعا التخديعه بتاعت المحشي دي احنا عملناها في محشي الكرنب فانتوا عارفينها. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. انا جبت بس ايه تاني عليها، جبت عليها حزمه شبت وكزبره، وزودت عليها الشبت والكزبره يعني خضره، مش حطيتها على الصلصه.
اهو يا حبايبي احنا حشينا كل المقدار وموقفاه مش منيماه. انا بحب اوقفه مش بنيمه، بحب اوقف المحشي مش بنيمه. ليه؟ عشان يطلع مستوي وحلو ومفلفل كده. اهو انا بس ايه بقى الشوربه، انا غليت الشوربه، والعقد بتاع المحشي هيبقى نص الحله او اقل من نص السنه يعني، لان ده ما بياخدش شوربه كتير ويطلع معاكي مفلفل. اهو هو كده اتشرب على البوتاجاز ووطينا عليه، وده الشكل النهائي بتاعه. بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك. اهو انا هوريكم دلوقتي الكوسه ازاي الرز بتاعها مفلفل، مش معجن، ومستويه. الكوسايه مستويه اهيت. بسم الله ما شاء الله، حاجه في منتهى الجمال. اهو الرز مفلفل وزي الفل ازاي، بس هو سخن فانا مش عارفه ايه امسكه. وادي البتنجان. بسم الله ما شاء الله، اهو مفلفل وجميل. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. اهو والفلفل شايفين، بسم الله ما شاء الله. طبعا الطبق ده مريم هتاكله. اللهم صل وسلم والسلام عليكم.